قال ريال مدريد وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم إنه دعا الطفل الفلسطيني أحمد الدوابشة الناجي الوحيد من عائلته التي تعرضت لجريمة حرب نفذها المستوطنون الإسرائيليون في آب أغسطس الماضي في قرية دوما بنابلس. ودعا النادي الإسباني الطفل للقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. وقال راؤول سيرانو كويفيدو المتحدث الرسمي باسم النادي أن الفريق يرحب باستضافة الطفل بعد أن كان تلقى طلبا من السفارة الفلسطينية في إسبانيا، لكنه قال إن تاريخ الزيارة وبرنامجها لم يحددا بعد، بحكم أن الطفل صاحب ال5 سنوات ما يزال في المشفى. ريال مدريد وافق على استقبال أحمد دوابشة لزيارة ريال مدريد والتقاء النجم الإسباني كريستيانو رونالدو. أحمد اليوم في صحة جيدة ويتقدم في العلاج بشكل مستمر، يحتاج إلى تقريبا من 2 إلى 3 في المستشفى. وأحمد الحمد لله رب العالمين تجاوز مرحلة الخطر، تجاوز أي مرحلة ممكن لا سمح الله أنه يكون في عنده مشاكل، والآن يتقدم بشكل كبير جدا. أحمد قبل 4 أيام بدأ أول خطواته لوحده، الآن يمشي لوحده.